والله هلا يا هلا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم بدي لكم طبق جميل وخفيف ولطيف وظريف ولذيذ جدا ومفيد ومغذي. بسم الله. هذه بريان قدرنا اليوم، وهذا البطاطس اللي جينا همس. انا خليت الصغار صراحه، عندي وصفه ما دريت والله، الكبار كلها راح توزع عليهم بالعافيه. وصفه اليوم ترى ناقصنا جزر، ونبغى نطلع الله يعافيك. انا جايب لك عدس اول اصفر واحمر، طلع لي عدس احمر. ايش بعد؟ بنروح نجيب جزر. طيب. جزر احمر. طيب. يلا نمشي. نمشي. يلا. هذا العدس الاصفر، وهذا العدس الاحمر. نروح نجيب الجزر ونرجع. بسميك العداء. دائما تسبقني. ما مداني اغير ثوبي اجي. ما شاء الله. هذا الجزر الاحمر. الله 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 الله. يلا نبارك فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. بين غسيل وترتيب. يلا يلا. ظهر لنا بعد زود. ترى امي تقول ابغى شوي جزر. ايوه عطنا بعد. وخذ امي بردقاني لا تنسى. انا ترى بيكفيني تقريبا، يكفيني 2 وصفتي اليوم. يكفيها ان شاء الله 2 مع البطاطس. عطنا بعد في شيء بيطلع. طلع. يلا. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص انا بروح جمع جزر احمر اصفر برتقالي واحمر لامي. طيب. اعتذر على المنظر، بس اللي يسال دائما ويقول ليش ما يطلع عندكم زفر في رحم الحاشي، لاني والله غسله. احطه بدون غسل مستحيل. شرايح اللحم الجميله ما شاء الله تبارك الرحمن، فيها عظمه. اليوم بنشتغل، بنكيف، بنقطعها قطع مربعات الشكل. هذه طبعا انا بحمس بها. انا جابوا ريان بعدي مع العافيه. غسل بجيك. الشحم هذا بحمس به طبعا. بطلع الدهن وبشيل الشحم. انا دائما ما احب اضيف اي زيت مع الشوربات. العظم بكسره كذلك، ما راح نرمي عظام اليوم، لان اساس الشوربه دائما العظم هو اللي يعطي الطعم اللي عليه الكيف. بنقطع باقي اللحم بهالشكل. شوف هالحجم وهالحجم. شوف عند بريان ما شاء الله عليه. ايوه زانت علومك بعدي. ترى لا تطفي الماء، بتخليه يضرب فيها عشان طول يشيل عنك التراب والطين. نعم. ايوه ما شاء الله. سكر جديد. بدي احضر ونرتب. بنقطعهم، نزود بعد واحد احمر. نحمس اللحم والعدس والبصل والجزر والبطاطس. نبغى دهن، خلي يطلع دهن ثم نشيلها ان شاء الله. ونظهرها ظهر الشحم ونبدا نحمس. دائما اذا قلنا شوربه يعني ما فيها بهارات عدله ابدا. شوربه بهارات مطحونه. راح نحمس ويصير لونه شوي ذهبي، ما نبي ابدا يحترق عشان الطعم والحنه والرنه اللي على كيف. عندنا اللحم، العدس، الجزر، اللونين والبطاطس. شوي نحمسهم سوا. حيماتنا ننزلها ونحمس. هالشغل ترى كله مع بعض. ننزل العدس ونحمسها. هذا باخذ من التركه. الجزر والبطاطس اذا تبي تستغني عنهم ترى تقدر تستغني عنهم، بس هم ترى من اسرار طعم شوربه العدس واللحم. فهذه اللحمه تاخذ طعم البصل، الثوم، العدس، البطاطس والجزر كلها. نقلب كل شوي، نقلب الين نحس انها تبلغت من بعض. نبدا نبهر ونملح ونكتبها ان شاء الله. كم المده؟ 45 دقيقه.
لازم اطبخها بحذر. بالعاده ما يحطون فلفل، لكن انا لازم. او قرنين بتجي حويره شويه تطبخ 45 دقيقه، وقت مو بشوي. وما ننقل هذا هو شوربتنا اليوم. الحمس هذا بكل الاغراض، ولازلنا بنحمس. يعني يمكن ياخذ معك الحمس 10 دقائق ربع ساعه، احمس زي ما تشوف انت مناسب. بس انا ابي لون اللحم يتغير، لون العدس كله به تجان الصح. بالبهاراتنا عندنا بهارات بيضاء، وعندنا كمون وكركم. الكمون بنحطه بعد ما تستوي. الآن بهارات البيضاء والكركم عنصر أساسي وضروري جدا. استغني عن أي شيء إلا الكركم، يعطيها لون جميل وطعم وخنه ورنه. وصلي على محمد وقلب يضع. الملح دائما أنا عندي في البداية. كثير ما يحبون يحطون ملح إلا بعدين كله قناعته، لكن كذا عندي أطعم وألذ وما مثله. الحين نقوم حمسنا صب المويه الحاره. طبعا لازم المويه تكثرونها، لا تحطون مويه قليله. ليش؟ علشان ما يلزق العدس في اسفل القدر. خلي اعلمكم ليش ما يلزق في اسفل القدر. اذا اشتغلنا بهالطريقه، لو كانت الشوربه بعد ما نخلص، هي بصراحه ما راح تكون يعني خفيفه، لكن لو كانت يعني خفيفه اترك القدر مفتوح، خليه يطبخ شوي، يتبخر المويه، تثقل معك الشوربه، تجي فوق الخيال. ما شاء الله تبارك الرحمن. شه تنابر. صلي على محمد. قدرنا. انا حاط على اللحم حاشي، اسوي لي الغاء، نختار شوربه ونزود الوقت لين 45 دقيقه. 45 دقيقه وبنرجع له باذن الله. بنلقى شوربه شيء فاخر من الاخر. بسم الله ما شاء الله. يا الله تبارك فيها. اللهم صل على محمد. يا الحجم. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله اللي حجم. شوف اليوسف العادي عندها. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. أوشكت الآلة. راح تجري. اوه التحميرة في الصميم. اخ العيال ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا جت من والدي من اسمه يشوف يا ربي. يلا عطنا صحن حق الخبز البريان. جهازنا ما عاد بقى عليه الا دقيقة. نفكه. ما شاء الله اقل من دقيقة. نحط الكمون ونقدم ان شاء الله. اللهم صل على محمد. وهي العدت عليه ريح ما شاء الله تبارك الله. يتعنب. جميلة ريحته ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صلي على محمد. شه يا ما شاء الله. شيء فاخر من الآخر. على كيفكم. يبي يطبخ شوي بنحط عليه الكمون فيما يروح شوي بالمويه وتثقل شوربتنا. ما يحتاج لها طحن. بعض الناس يقول بنطحنها وكذا، لا ما يحتاج. انا ابي فيها شو اسمه الجزر والبطاطس كذا. لو طحنتها بتكون طبعا اكيد الوصفه الصحيحه بدون لحم، تكون مطحونه وامورها تمام. بس انا نبيها بهالشكل. يا سلام. دور الكمون. خليه يطبخ بها شوي، تذكر شوربتنا ونقدم. يا الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صلي على محمد. اللهم سلام. بس نبيه بعد شوية ثقل زود. يا ما شاء الله. ومعنا الثقل وصل القوام اللي نبغاه.
العدس بدون طحن بدون شيء اختفى مع الطبخ، لكن باقي الجزر والبطاطس. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام، وصلنا القوام اللي نبغاه، شيء فاخر من الاخر. خلنا نعرف. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تعرف من هو يطبخ. الله تبارك الرحمن. هذا بقدونس المزرعة. يا سلام. عطنا بعد واحدة هنا ابو ريان. ما طفينا القدر انا نفسي انسجمت خليته. ايوه. سلام عليك. الله تبارك فيها ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. بطاطس والجزر الأحمر والأصفر أو البرتقالي. بسم الله. الطعم ما شاء الله لذيذة جدا. يلا من فضلك بظهر لكم اللحم عشان نشوف الاستوى بس أهم شيء. يعني الحمد لله واثق يعني مقدورهم إلك. صرنا نحط فيه لحمة الحاشي نص ساعة تكون جاهزة. عاد شلون ب45 دقيقة تحدسي بالملاقة ما شاء الله. يلا نجرب نار والدي ونسمع يشوف. يا رب يا لذاذة ما شاء الله في الصميم. يا سلام. خبز محمص شي ثاني صراحة. بيزاتنا الجميلة. مع عصرة فصم الليمون ما سب ليمون. مع عصرة ليمون في الصميم.